مشتعلة على وسائل التواصل الاجتماعي بين القطريين والألمان. مثل ما بنعرف إنه القطريين استضافوا كأس العالم بالنسخة الماضية، لكن الألمان الآن بيستضيفوا كأس أوروبا. لكن شو القصة؟ مثل ما شايفين بالفيديو، من الملعب عم تنمسح المي، مياه الأمطار عم تنمسح بالمساحة، أو بالحلبي بنقول السلاتي، عم يمسحوها مسح. تخيلوا يعني وين المعدات، وين الصناعة الألمانية، وين التطور. ومثل ما بنعرف انه الألمان لما كانت قطر هي رح تستضيف كأس العالم، أول مين حاربها وتهاجم عليها هي الألمان، وقالوا إنه كيف دولة من دول العالم الثالث بتستضيف هيك بطولة عالمية أو أهم بطولة في العالم. طبعا هاد غير الاتهامات اللي اتهموا فيها قطر إنه مات عندها عمال أثناء عملهم في الملاعب والإنشاءات. انت برأيك هل النسخة القطرية كانت أجمل وأنسب ومنظمة أكثر، ولا النسخة الألمانية؟ يا ريت تكتب لي رأيك بالتعليقات.